شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده هعمل لكم ريفيو عن مفرمة اللحوم سمارت اللي هي 2000 واط ديت، اللي هي المقاس الصغير. في مقاس اكبر، يعني لو انا هنصحك عشان انا يعني جبت ديت، لو انا هنصحك هاتيها سمارت، حلوة مش وحشة، بس هاتي المقاس اللي اكبر عشان تشغليه للبسكوت. ليه؟ لان ديت ما لقيتلهاش وش يجي على قدها للبسكوت. هوريها لك ازاي. يعني هي ليها اكتر من حاجه. اول حاجه ديت اللي احنا بنحطها في المفرمه، وهي بتتحط هنا كده. بصوا ليه هنا اهوت، ديت اللي هو اللي بيتحط فيها ديت كده. بصوا هنا في الحته ديت كده، دي كده بتدخل فيها مسمار، فاحنا المسمار دوت بنفتحه كده للاخر خالص عشان نعرف نحطها فيها. بصوا هي سقطت ازاي لما انا فتحت المسمار على الاخر. بعد كده بقوم حاطه طبعا رابطه المسمار ده قوي اهوت، بربطه قوي جامد يعني كده. وبعد كده بحط اللي هو دوت، مش عارفه اسمه ايه، هو العمود دوت اللي هو بيتحط جوه، ليه مكان. يا رب بس. بصوا هو كده سقطت فيها. بعد كده هي ليها قطع غيار كتيره، يعني ليها حاجات كتيره، مش قطع غيار، ليها اسلحه كتيره. هو سلاح، بصوا انا هوريكم. في بعد كده ديت، ده هو بقى السلاح بتاعها. دي كده ده السلاح بتاعها. فهنحط السلاح يعني بصوا الوردة دي هتتحط بالمقلوب كده كده. وبعدين ليها اكتر من قطعة للفرم. في دي ممكن تعمل، في دي تخينة قوي، ممكن تعملي منها لحمة زي لحمة ببصلة زي الكباب الحلة، بس تعمليها حتت صغيرة كده. وفي دي اتخن شوية، دي بتطلعها تخينة. وفي ديت اللي هي بتاعت الكفتة بقى، واللحمة المفرومة اللي هي بتاعت الرقاق والمكرونة والسمبوسك والحاجات دي. فطبعا احنا هنحطها، هوريكم برضو ليها هي مكانين هنا. بصوا المكان دوت يعني زي بيت هنا اهوت. انا مقربها لكم قوي بس انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. في هنا مكان، والناحيه التانية اهوت كده مكان بينزل فيه الحته ديت عادله. انتوا كده فهمتوا قصدي عادله. بصوا المكان دوت اللي هو السن ده ليه مكان، وده ليه مكان جوه، فهو هحطها فيه. قلبتها لكم تاني عشان تشوفوها كده. دي اللي اكتر حاجه بستخدمها، يعني ما بستخدمش الاتنين التانيين. وبعدين اهو بصي بيتها هنا. بعدين بنحط دي كده، طبعا بتربطي دي قوي كده. بعدين بقى احنا كده ده كده خلاص، اللي هو الفرن خلاص كده. هنحط لها بقى الصينيه بتاعتها. بصوا الصينيه اهي كده، انا حطيتها. امسك بقى التليفون عشان كل ده انا ما كنتش ماسكه التليفون. كده هي اتركبت. بصوا كده ده شكلها لما انا ركبتها. الصينيه دي بقى ممكن تخليها جوه كده، تخليها بره، تخليها في الحته اللي انت عايزاها. ليها بقى حاجات تاني، ليها دول والحاجات ديت كده، دي وديت كده للكبيبه.
طبعا انا ما استخدمتهمش عشان ما بحبش البرغل بتاع الكوبيبه ديت. انا عمل دي وش مكنه انا عملته عشان البسكوت دي، يعني دي تساعدك في البسكوت. فانا عشان كده بقول لك ايه، انا قصيت وش مكنه عندي عشان يبقى ده. انت بقى لو انت جبتي المقاس الاكبر ده هتلاقي وش المكنه اللي هو بتاع المكنه العاديه اللي بيتباع عند اي حد بتاع ادوات منزليه، هتلاقيه بيتباع اللي هو نمره 5 لو انت جبتي اللي اكبر من ديت. الفرق في الفلوس قليل، بس انا معرفش ليه جبتها صغيره. يعني انا بحب الحاجات الصغيره او عشان المكان بس. ودول وكده خلاص. وليها بقى حاجه تاني، ليها الدراع ده اللي انت بتنزلي بيه اللحمه. بجد والله يا جماعه الحاجات دي في البيت نعمه وحاجه كويسه جدا. ليه؟ لانك انت مثلا عندك حته لحمه وزهقتي بقى من اللحمه المطبوخه، انت عايزه تفرميها، تعملي حواوشي، تعملي كفته، تعملي اي حاجه، هتبقى سهله عليكي، ولا هتنزلي ولا هتطلعي ولا اي حاجه. وطبعا ده التشغيل اهو، ده التشغيل اون، ودوت اللي هو يعني انت لما بتيجي تشغليها لان هي اوف هي كده ساكته، انت بمجرد انك انت تدوسي على ده كده خلاص يعني بتشتغل. بتعملي كده هي قفلت. الناحيه دي بقى، الناحيه دي بتدوسي عليها كده هي ما بتقفش، طول ما انت ضغط عليها هي بترجع لك لو في حاجه واقفه هنا، لو في حاجه واقفه لحمه واقفه هنا بترجعها لك. هي بقى بتطلعها فوق. انا هوريكي عملي دلوقتي، بس انا قلت ايه هشرحها لك الاول. لو ما تدوسي على دوت هي بترجع لك الحاجات اللي واقفه من هنا، هو اللي واقفه هنا كده بتطلعها لك في الماسوره دي شويه، فبتقوم انت راجعه بقى تاني ايه مشغله على الاون تاني بالتشغيل، تبص تلاقيها خرجت لك بقى ايه من المصفى ديت. بس هقطع بقى اللحمه واجيلكم. كده انا قطعت اللحمه وحطيتها فوق في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. هامله بقى هنا كده قبل ما اشغل خالص، املاها طبعا. المفرمه زيها زي اي جهاز، يعني زي الخلاط، زي العجان، زي اي حاجه. المفروض ترتاحش برضو ان احنا نفصلها بس ثواني كده ولا دقيقه ولا حاجه. بصوا اللحمه اللي انا عملتها ما كملش دقيقه يعني بجد. احط بقى شويه لحمه تاني على بال ما هي تستريح كده. هشغل كده. انا حاسه ان برضو في حاجه يعني في الدجاله ولا حاجه محشوره، هرجعها تاني. هرجع بصوا بترفعها لي، هي بتطلع لي الحاجه اللي محشوره. بصوا هرجع بقى طبعا. انا عشان انزل اللحمه اللي كانت جوه هنا انا كنت بحسب ان انا بصور، طلع ان انا ما بصورش. كنت مقطعه نص جزرايه عشان انزل اللحمه اللي هنا طبعا اللي في المفرمه من جوه. فطبعا هي نزلت وكده انا خلصت خالص يعني. وكده ده اللي جوه كان جزر، وكده انا خلصت يعني. انا يعني كنت بحسب ان انا بصور، طلع ان انا ما بصورش. عملت نص جزرايه قطعتها وحطيتها في المفرمه عشان تنزلي اللحمه اللي جوه اللي في العمود اللي جوه. وطبعا غسلها سهل وعمايلها سهله، وانا ما نزلتش من بيتي وفرمت اللحمه وغسلتها قبل ما افرمها، وحاجه نظيفه خالص. لو لقيت اللي هي اكبر من ديت، هي ديت 2000 واط. وفي مقاسات، في اللي هو المقاس اللي هو نمرة 5 دوت. انا مش عارفه هو مكتوب، مش عارفه ايه 2، انا ما اعرفش.
بس هو الراجل قال لي لو انت هتجيبي لها وش بسكوت قولي له نمرة 5. فهي ديت المقاس الصغير. في بقى مقاس اكبر اللي هو بياخد وش البسكوت نمرة 5. بس انا قلت بقى اقول لكم واعمل لكم ريفيو عنها. لو اشتريتوها والله مش هتندموا، فعلا حاجه حلوه في البيت بقى لها 3 سنين او 4 سنين نفعاني. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.